أهلا بيكم وفيديو جديد. نرجو من حضراتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. عندي مجموعة من الأخبار أتكلم عنها بسرعة كده. هو أشرف بن شرقي، في خلاف في الإدارة على أشرف بن شرقي، وفي ناس في الإدارة بتقول إن مستوى اللاعب ممكن يكون نزل عن الفترة اللي كان فيها قبل كده في الزمالك، وإنه بيستغل أشرف بن شرقي ضغط الجماهير الزملكاوية، طبعا عشان هو كان في الزمالك قبل كده، للحصول على أكبر عائد مادي. تاني خبر، وفي إيجاريا هيجي الزمالك، بس هيوقع في الزمالك 6 أشهر على سبيل إيه؟ مثلا الاختبار. إذا اللاعب أدى وكان كويس هيجددوا له 6 أشهر قابلة للتجديد. طيب إذا اللاعب ما أداش وما عملش أداء كويس، ممكن يلغي الزمالك ويكون له الحق